كل دي مشاكل، كل دي مشاكل في بيوتنا، مش عارفين ايه سبب الطلاق. ياه، ده طلع اسباب كتير قوي قوي قوي. تحبوا تعرفوا هي ايه؟ طب يلا بينا، صلوا بينا على النبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب وشير. هنبتدي النهارده معاكم الحلقه زي بقيه الحلقات اللي فاتت. احنا اتكلمنا الاول عن الطلاق وعرفنا اسبابه، مش اسبابه بقى، عرفنا بعد كده الطلاق دوت الست عملت ايه بعد ما اتطلقت، عرفنا حياتها بقت ايه. النهارده بقى عايزين نعرف الاسباب، والنهارده هتناول الاسباب للست. سامحوني انا مش باجي على الراجل، لكن فعلا محتاجين نعرف. اول حاجه لقيت ان هو لما جيت اسالها في ايه اتطلقتي ليه، قالت لي كالاتي: طلع خاين، بيخوني. بيخوني مع مين؟ لا ده انت هتشوفوا مصايب. بيخوني مع صاحبتي. كان بيخوني مع مين؟ مع جارتي. واكتشفت ان هو بيخوني مع اختي، وفي بعض المشاكل مع مامتها. اه اه. طيب في كارثه اكبر، وسامحوني ان احنا لازم نتعرض لها. ولما جيت سالتها بقول لها اتطلقتي ليه، قالت لي لقيته بيخوني مع صاحبه. بيخونك مع صاحبه؟ اه. ما هو دلوقتي كده بعضهم، مش كل الرجاله، عشان بس نكون متفقين ان كلامي على البعض. ادي اسباب الخيانه، ومن حق الست انها في الوقت ده تتطلق، لان الخيانه ما ينفعش. وبرده في ستات بتخون، بس انا لسه احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ خيانه الراجل. ها، وايه المشاكل التانية اللي قابلتك؟ احب اعرف اسمع منك. قالت لي طلع بخيل جدا، مش عايز يصرف، لا عايز يجيب اكل ولا عايز يصرف عليا ولا عايز يديني مصروف، وسايب بيته من غير اكل وعياله من غير اكل ومش عايز يصرف. طب ما يمكن ما معهوش، المصيبه ان ده معاه فلوس مش عايز يصرف، معاه فلوس وهو بخلان، مش عايز يدي ولاده، مش عايز يدي مراته، مش عايز يصرف على بيته وسايبهم جعانين من غير فلوس، رغم انه معاه. بس في ناس تانية بيبقى بخل وبرضه ما معهمش، دول بقى بيستحيل العيشة معاهم. خلينا نمشي ونشوف الأسباب التانية. اتجوزت في بيت عيلة. اتجوزت في بيت عيلة. اه. وفي طبعا ليها ناس ساكنة معاها. في ناس بتبقى حلوة والله وزي الفل، بس في ناس بتبقاش النوايا مش حلوة. تمام. بيبقى في حتة الايه، الأم بتغير، الحما اللي هي بتبقى ساكنة معاها في البيت بتغير منها. جاب لك ايه، عمل ايه، تطلع بقى تشوفها عملت ايه، انت لسه نايمة لغاية دلوقتي وتصحيها. في مشاكل، في مشاكل بتبقى كتير قوي قوي قوي، خصوصا جواز العيلة دوت بيبقى جوه البيت. للأسف بيبقى في أمهات، يعني أبو الولد يعني أم الولد بتعمل إيه؟ بتتدخل في كل حياتها، في لبسها، في شكلها، في عيشتها، في بيتها، في أولادها، في كل حاجة. هنا بيبقى في أسباب للطلاق، ما مش عارفين يصلحوا ما بين بعض. هنا الست اللي هي الحما مش قادرة تعاملها إنها زي بنتها، واللي ما تدهوش على بنتها ما تدهوش على غيرها. لكن للأسف مفيش الحاجات دي دلوقتي. هنا بيبقى استحالة إن هم يعيشوا مع بعض، ما بيقدروش يكملوا مع بعض عشان خاطر إن في تدخل. هنا الأم الحما معاملتها صعبة، يعني مخليه حياتها جحيم، مش هيعرف تكمل. طب وفي ايه تاني؟ قالت لي احنا ايه، في ناس اتطلقت كده وكده. يعني ايه اتطلقتي كده وكده؟ يعني احنا اتطلقنا كده وكده وعملنا ورق عرفي وعايشين مع بعض كده عشان خاطر العيال، مش عشان حاجة بقى، عشان خاطر ان انا ليا معاش، ومعاش كبير قوي بتاع بابايا يروح مني. لا طبعا، لا عيشه خذيه، بس هتعيشي في الحرام. ده مال حرام، في غيرك هيبقى مستحق وحرام عليك. انت بتاخدي ازاي حاجه مش بتاعتك، حاجه انت مش مستحقيها؟ انت خلاص دلوقتي في عصمه راجل تتطلقي منه، وعلى كده هو موافق؟ اه موافق، عايشين مع بعض بورقه عرفي. اه ايه المشكله يعني؟ هو حد عارف؟ بس المهم ان احنا بنروح اول الشهر نقبض وناخد فلوس قد كده. حلو جدا. شوفوا بقى الطلاق ايه ده، انواع. امم امم اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان هو بيتعاطى مخدرات. البي بيشرب مخدرات. عنده استعداد ان هو يسيب بيته من غير اكل، ابنه من غير كوبايه لبن، عشان ينزل يجيب المخدرات اللي هو بيشربها عشان خاطر يعدل الكيف ويعدل مزاجه. طب ما انت وده يكون بيتعاطى مخدرات؟ لا. بس ايه اللي حصل؟ اتلم عليه اصحاب السوق
وسجاره من هنا، على حشيش من هنا، على مش عارفه ايه من هنا، وابتدى يبقى مدمن، وابتدى ان هو اخلاقه تتغير. ما كانش معايا كده، بس ايه، اصحاب السوء هم اللي غيروه، وابتدت عيشتنا تتحول بقى الجحيم، ان انا مش قادره اكمل معاه. مش هينفع ان انا اكمل معاه، لان هو دلوقتي اخلاقه باظت، بيشتمني، بيضربني على اتفه الاسباب، ومش قادره اكمل معاه. يبقى ازاي اكمل مع واحد حاسه ان انا مش حاسه بادميتي معاه؟ ازاي اكمل مع واحد مش محسسني ان انا ليا كرامه في البيت؟ طالما وصلت للضرب، طالما وصلت ان هو يمد ايده عليا ويشتمني، هنا ستوب، مش هقدر اكمل واعيش معاه. تمام، نشوف ايه تاني. مش عايز يشتغل. البي مش عايز يشتغل. ما هو مش عايز يشتغل، قاعد في البيت. تنزلي انت تشتغلي، هتلاقيهم على القهوة كتير قاعدين، ومراتهم هي اللي بتنزل تصرف على البيت. هتشوفي من ده كتير قوي، هو قاعد على القهوة وهي بتنزل تشتغل عشان خاطر تصرف عليه وعلى ولاده، وهو البيت اسم. هنا الرجولة اسم، هنا الرجولة ملهاش وجود. طب انا كنت متجوزة ليه؟ متجوزة عشان اصرف عليه. طب ما هو مع السلامة، وانا بقى اصرف على بيتي واصرف على عيالي. ما هو مش هينفع غير كده. لكن ان هو يستمر معايا في عيشتي ويقرفني، ورايحه فين وجايه منين، وبنزل اشتغل ويطلع عيني واجي اخر الليل عشان ارتاح، ولكن ما برتاحش. بلاقيه هو بقى عايز ايه؟ عايز ياكل، عايز اعمل له البيت، عايز اغسل له، عايز اطبخ له، وهو فين؟ هو قاعد مع اصحابه على القهوه. خلي القهوه تنفع. جوزوها صغيره. جوزوها صغيره لواحد اكبر منه كده ب30 سنه، وهي كانت لسه صغيره. ابتدت بقى طبعا، هي لسه صغيره وهو عمال يكبر. فرق 30 سنه، فرق 25 سنه. فطبعا دلوقتي هي لسه شباب وعايزه تعيش حياتها، لكن هو مش مخليها انها تعيش حياتها. جوزوها وهي صغيره عشان خاطر الفلوس. ما فكروش ان بنتهم ديت في يوم من الايام هتلاقيه هو بيكبر وهي لسه صغيره، وتبقى هي نفسها تعيش حياتها، ومش هتلاقيه. مش هتلاقيه. ادي جواز اللي هم بيجوزوهم عشان خاطر الفلوس. ما هي الحياة مش كده. بيتجوزوا عيالكم ليه هم لسه صغيرين؟ المشاكل دي كتير، ويا سلام بقى لو جابت منه عيل ولا اتنين، هي اللي بتحتاس بيهم بعد كده. ونلاقي المحاكم ونجري على المحاكم ونشوف الدنيا ايه، محاكم مليانة. وأريد حلا. كداب. بتكذب ليه؟ ما تخليك صريح من الأول. ليه ترسم ليها الأحلام الوردية؟ ليه ان انت تبقى تدخل عليها ان انا معايا وهعمل لك وهجيب لك وهسوي، وفي الاخر طلع كل ده كده؟ لما تقول ان انت على قد حالك. ليه بترسم الاحلام ديت وبعد كده عشان خاطر تتجوزها، وبعد كده يظهر الوش التاني ان انت ايه، كداب، وبعد كده بتبقى في الخطوبة حاجة وبعد الجواز حاجة تانية؟ طب ليه؟ ليه ما تبقاش انت حاجة واحدة، شخصية واحدة؟ ما ينفعش تكون اتنين. ليه الكذب في كل حاجة؟ انت بتكذب في كل حاجة، بس الكذب ملوش رجلين وملوش نهاية، وفي الاخر انت اللي بتخسر حياتك. ليه ما نكونش في صراحة من الاول؟ ليه ما يكونش في ان احنا كلنا يعني مثلا ايه، انا وانتي حياتنا يعني واحد. انا اكون صريح معاكي وانتي تكوني صريحة معايا، وده اللي احنا كنا عايزينه من الاول. لكن للاسف كداب. ونشوف بقى نلاقي الراجل ايه، المتسلط. بقى من المتسلط ده بقى إيه؟ نعمل بقى فيها السيد، اللي هو يجوز بنت الناس ويحبسها في قلب البيت، ويفضل حابسها من لا تروح عند امها ولا تروح عند اخواتها ولا تروح حتى عند جارة. ولو حبت تروح عند جارة حتى يبقى ليها اصحاب، مانع، ممنوع تروحي، ممنوع تيجي، انت مش متجوز جارية برضو. يعني انت برضو يبقى لازم انت تخرجها وتوديها في الحته اللي هي عايزاها. ما هي مش هتفضل قاعده في البيت تخدم عيالك وتغسل وتطبخ وتمسح، وفي الاخر بتحس ان هي زيها زي الترابيزه اللي موجوده ديت او الكرسي اللي موجود. وجودك انت فين؟ انت فين من حياتها؟ انت مانعها من كل حاجه، مانعها من انها تعيش، مانعها انها تبقى ليها حياتها، يعني حياتها قبل الجواز. اكيد هتبقى تعمل ايه؟ زي مقارنه. مقارنه ازاي بقى؟ اشوف انا حياتي معاك ايه، وحياتي لما كنت مثلا في بيت والدي. فطبعا انا كنت متدلعه، انا كنت بخرج، انا كان بابايا مديني الثقه، انا كنت ليا اصحابي، انا كنت بروح لجيراني. انت منعتني عن كل ده، انت بتلغي وجوزي. ليه بتلغي وجوزي؟ ما ينفعش ان انت تلغي وجودك لمجرد ان انت عايز تبقى سيد وتمشي كلامك عليها. ما ينفعش. انت ترضى ان حد يمنعك عن اهلك؟ انت ترضى يمنعك عن اصحابك؟ يبقى انت ليه بتحبسها في البيت؟ ليه قافل عليها؟
خايف عليها من الدنيا، طب ماشي، ما انت خليك برضو معاها، طمن عليها ومعاها اولادها، هي بتروح هنا بتيجي هنا، في ثقة، اهم حاجة الثقة. اه، جينا بقى لاخر واحد ده. اخر واحد صعب قوي. اكتشفت ان هو متحرش. متحرش. يا ترى متحرش بمين؟ بولادي. انا جوزي متحرش بولادي، انا جوزي بيتحرش ببنتي، جوزي بيتحرش بابني. احنا وصلنا للاخلاق دي، للاسف وصلنا للاخلاق دي. في قصص كتير للاسف مخفيه ومحدش يعرف عنها حاجه، قصص اسمها زنا المحارم، يعني اعوذ بالله وربنا ينجينا من الزمن اللي احنا بقينا فيه دوت. النت والحاجات اللي بيشوفوها على النت والافلام اللي بيشوفوها جننت الناس. للاسف بتلاقيه راجل كبير وفعلا بيعمل حاجات غريبه. احنا مش بنتكلم كمان بقى هنا عن شباب، يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن ناس كبيرة، بنشوف جرائم غريبة، واقروا الأخبار شوفوا بيحصل إيه. هي دي بقى دلوقتي المشاكل اللي بنشوفها، وفعلا في يعني كل المشاكل دي أنا مش شايفة فيهم مشكلة ينفع إن الست تكمل للأسف. بس أنا عايزة أقول أنت هتتغير، وهتغير من نفسك. هو أنت ليه كده؟ ليه وحش كده؟ أنا برضو هرجع وأقول إن أنا بكلم جزء معين من الرجالة اللي فعلا مش عايزة تتغير. في ناس حلوة وزي الفل، في ناس حلوة وزي الفل، لكن برضو بقوا قليلين. خلينا نواجه الصراحة، نسبة الطلاق عالية جدا، بس الست ليها هي أسبابها. وأكيد برضه أنا هاجي وأقول عن الراجل أسبابه إيه. انتظروني لأن الموضوع شكله كده هيطول معانا. السلام عليكم.